والله انا ما انا مصدقه ان في حد لغايه دلوقتي لسه بيعملها بالطريقه العاديه. حطي السمسم على كبده الفراخ وشوفي النتيجه قدام عينيكي. انا عارفه ان الطريقه بقى مختلفه عليكي وكمان ما شفتهاش قبل كده، بس هي دي بقى طريقه المطاعم وبيحولوها لحاجه تانية خالص ما تخطرش على بالك ابدا. فيلا بينا نشوف طريقتنا، واتمنى بقى لو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك. وعلشان كده بقى هحتاج لحبتين اتنين من الطماطم، وهحتاج ان انا اقشر القشره بتاعتهم، فاضيف عليهم ميه تكون سخنه. حبتين كمان اتنين من البصل يكون حجمهم وسط زي ما انتم شايفين، وبعدين هبدا ان انا اقطعها مكعبات صغيره. على فكره ممكن تستخدمي الكبه لو انت حابه، بس خليها الفرمه بتاعتك فرمه تكون وسط. بعد كده هجيب بقى قرن من الفلفل الرومي، وكمان كده قرن من الفلفل الحامي، وطبعا ممكن تستخدمي عن الفلفل الحامي لو انت حابه. بعد كده قطعت كله كده مكعبات تكون صغيره. وبعدين الطماطم بتاعتنا كانت خلاص القشره بتاعتها ثابت تماما، قشرتها وبعدين اخدتها وبدات ان انا بقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده، كاني بقطع سلطه بالظبط يا بنات. بقت جاهزه معايا. هبدا بقى ان انا اجيب كبده الفراخ، وده كان معايا ربع كيلو من كبده الفراخ. بدات ان انا اقطعها كده مكعبات تكون كبيره، اما القلب فبقطعه لمكعبات تكون صغيره زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. ما انصحكيش ابدا ان انت لما تيجي تقطعي كبده الفراخ تقطعها صغيره، وهقولك ليه دلوقتي. بعد ما قطعت كل كميه الكبد اللي معايا، جبت هنا طاسه على النار وضفت فيها معلقتين اتنين من الزيت ومكعب صغير من الزبده، وكمان ممكن تستغني عن الزبده لو مش متوفر عندك. بعد كده بقى هبدا انزل بالكبد الفراخ اللي معانا. بس ايه، لازم اديها صدمه كويسه، لازم تكون النار معايا عاليه، وكمان الزيت ده ساخن معايا عشان انا مش عاوزاها تنزل اي من الميه بتاعتها، علشان ما يكونش فيها اي ريحه زفاره تماما، وهقولك ليه دلوقتي. بعد كده بقى هبدا ان انا انزل بالبصل بتاعنا، وفي وقت ما بنزل بالبصل ببدا اهدي بقى النار، لان انا عاوزاه بقى يدبل معايا ويتبل كده مع الكبد ويديني طعم حلو. اول ما البصل هيبدا ان هو يدبل معاكي كده هتشم ريحه خطيره يا بنات. بعد كده بقى هبدا ان انا اضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم. اول ما تبدا ان هو ريحته تظهر كده، ببدا ان انا بقى اديله تقليبه كده مع البصل. يلا بينا بقى نبدا ان احنا نضيف الطماطم بتاعتنا اللي احنا مقطعينها كده عصافير صغيره. واول ما بتبدا ان هي تدبل معايا بالشكل ده، ببدا ان انا اضيف معلقه واحده من السمسم. وعاوزاكم بقى تشموا ريحه الكبده اول ما السمسم يتحمص معانا مع الكبده، بيبقى خطير. نتبل بقى انا بتبل بس ببابريكا وكمون وكزبره، وطبعا اظبط الملح بتاعي واديهم بقى تقليبه حلوه كده. اخر حاجه بضيفها بقى هو الفلفل عشان تفضل طعمه كده مميز معايا، وكمان معلقه واحده من الخل. وبكده الكبده بتاعتنا بقت حكايه بجد. هي اول ما هتشم ريحتها بس، اول ما تعمليها بالطريقه دي هتعرفي ان انتي شميتي ريحه كبده المحلات فعلا. نقدمها بقى في الطبق، وكانت طعمها خطير يا بنات. هتنفعك بقى غدا او تنفعك عشاء على حسب بقى الوجبه اللي انت بتحضريها. وزينت الطبق بتاعي كده بشرايح من الخيار. وكانت دي اكلتنا يا بنات، لازم تجربوها بجد. لما تجربي كبده الفراخ بالطريقه دي هتقولي في حياتي ما اعملها تاني بالطريقه العاديه. جربوها تعجبكم قوي.